المصريين القدماء دايما كانوا بيبهرونا بحضارتهم، ولغايه دلوقتي لسه بيفاجئونا باسرار العلماء الاثار بيحاولوا يوصلوا لتفسيرات منطقيه ليها. يعني لو جينا نتكلم عن النقش اللي موجود في معبد ابيدوس في سوهاج، النقش ده اي حد هيشوفه ملوش غير تفسير واحد بس، هو عباره عن غواصه وطياره هليكوبتر. طبعا في ناس كتير اول ما هيشوفوا النقش ده هيقولوا خلاص يبقى اللي بنى الاهرامات هم الفضائيين، بس للاسف اللي بناه هم المصريين القدماء. لو جينا نرجع لتاريخ معبد ابيدوس، معبد ابيدوس اللي بناه هو الملك سيتي الاول، هو ما اكملش بنائه ونقش اسمه على جدران المعبد. جه بعديه ابنه رمسيس الثاني واكمل بناء المعبد وكتب اسمه فوق اسم والده سيتي الاول، بس للاسف هو لما عمل كده هو شوه النقش لان الاسمين لزقوا في بعض، فطلع لنا الشكل او النقش اللي موجود دلوقتي اللي هو عباره عن الغواصه والهليكوبتر. صدفه وصدفه غريبه كمان ان يكون في الغواصه والهليكوبتر الموجودين في عصرنا دلوقتي منقوشين على جدران معبد موجود من اكتر من 5000 سنه. بس ده كان اكتر تفسير منطقي قدر يوصلوا له علماء الآثار عن سبب وجود النقش ده على جدران معبد أبيدوس. تفتكروا التفسير ده صح أو غلط؟ محدش عارف، بس اللي أكيد إن في أسرار كتير إحنا ما نعرفش عنها حاجة.